الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبابنا الكرام، نهنئكم ونهنئ أمة المسلمين عامة في كل مكان بقدوم شهر رمضان الكريم، هذا الشهر المبارك، شهر الصيام، شهر القيام، شهر القرآن، شهر المغفرة والرحمة والرضوان، هذا الشهر الذي هو شهر السعادة، شهر العبادة، شهر السرور، شهر النور، سيد الشهور. نسأل الله سبحانه وتعالى في مطلع هذا الشهر الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن الاستعداد وحسن الاستمداد وحسن استقباله وحسن العمل فيه وحسن ختامه ووداعه. ونحن نستقبل وإياكم شهر رمضان المبارك، نحتاج إلى حسن الاستعداد والتهيؤ من خلال الأمر الأول أن نحمد الله أولا سبحانه وتعالى على بلوغه، وأن طالت بنا الأعمار والسنين حتى أدركنا هذا الشهر الفضيل وهذا الشهر العظيم وننعم بخيراته. أناس كانوا معنا في العام الماضي وفي الأشهر الماضية وفي السنوات الماضية يتمنون إدراك هذا الشهر الكريم والعمل فيه، وهم الآن بين أطباق الثرى وعساكر الموتى رحمهم الله تعالى. الأمر الثاني أيضا استقبال هذا الشهر الكريم، نجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى فيما مضى من الذنوب والآثام، نجدد العهد أيضا مع الله سبحانه وتعالى بحسن الإقبال عليه وحسن القيام، وننوي أيضا بدخول هذا الشهر الكريم أن نزكي قلوبنا وندخل على شهر رمضان بقلوب صافية نقية تقية، قلوب مؤهلة لعطاء الله سبحانه وتعالى وفضله في هذا الشهر الكريم. الأمر الثالث أن نجعل لهذا الشهر الكريم نيات ومقاصد، هذه المقاصد تكون صالحة وهذه النيات تكون صالحة، فننوي بدخول شهر رمضان حسن الصيام أولا، حسن القيام، ننوي أن نزكي أرواحنا، نزكي قلوبنا، نزكي جوارحنا، ننوي أيضا بهذا الشهر الكريم أن نترك المعاصي والآثام، وننوي أيضا الإكثار من قراءة القرآن الكريم، ننوي المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة في المسجد، ننوي الاعتكاف في بيوت الله سبحانه وتعالى، فإنما الأعمال بالنيات. الأمر الرابع نستعد ونستمد في أول ليلة من ليالي شهر رمضان، ألا وهي ليلة النظرة، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فضائل شهر رمضان قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله سبحانه وتعالى، أول ليلة نظر الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة، ومن نظر إليه الله سبحانه وتعالى لم يعذبه. الأمر الخامس من حسن الاستعداد في هذا الشهر الكريم أن ننظم أوقاتنا على مدار الشهر كله ليلا ونهارا، من خلال وضع جدول زمني متنوع تتوزع فيه صنوف الطاعات وصنوف العبادة، وذلك حتى لا تضيع علينا شيء من لحظة من لحظات هذا الشهر الكريم إلا وفي خير وفي طاعة لله سبحانه وتعالى. فكل لحظة من لحظات شهر رمضان جوهرة لا تقدر بثمن. الأمر السادس من حسن الاستعداد لرمضان أن رمضان لا يحتمل المخالفة، فنتجنب آفات الصيام التي تذهب الأجر وتذهب الثواب وتذهب سر الصوم وتذهب نور رمضان. نتجنب الغيبة والنميمة، نتجنب الكذب والنظر الحرام، نتجنب المعاصي بكل أنواعها، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لا ننسى الدعاء المأثور عند رؤية الهلال، قائلين بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. وأخيرا أيها الإخوان، رمضان هدية وعطية إلهية، رمضان مائدة إيمانية ربانية، هيئوا أرواحكم وهيئوا قلوبكم وهيئوا جوارحكم في هذا الشهر الكريم، أحسنوا إفادته
وأحسنوا العمل فيه وأحسنوا توديعه، فلعلكم لا تدركون العام الماضي رمضان أو رمضانات المقبلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يحفظنا وإياكم من المعاصي والآثام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.